السلام عليكم. ديانا الفلسطينيه والاب ديالها الفلسطينيين المقيمين في المغرب. عرفنا دابا عرفنا قله الادب ديال ديانا منين جايه. قله الادب ديالها جايه من عند الوالد ديالها، هما اصلا سلاله قليله الادب وقلالين الترابي وما ربوهمش كما كاين في فلسطين، ومع الاسف ما لقاوش المغاربه الرجال اللي ربيوهم في المغرب. هذه وحده. كنت تكلمت على هاد ديانا في واحد الفيديو اللي عندي سابق، وكنت نزلت فيديو ديالها بالصوره ديالها، دارت لي حق التاليف الكوبي رايت. الفيديو ديالها طار. هاد ديانا الناس اللي ما عارفينش القصه، هاد ديانا عايشه في المغرب، فلسطينيه عايشه في المغرب، باها متزوج من مغربيه، وهي حاليا عايشه مع الاب ديالها، والده او زوجة الاب ديالها عايشين في المغرب. هاد ديانا كتقرا في الجامعات المغربيه، اساتذه مغاربه، كتركب في ترونسبور مغربي، كتاكل خبز مغربي، كل شيء من خير المغرب، وكتخرج وكتسب المغرب والمغاربه وكتنعتهم بالمتشردين. داروا عليها المغاربه حمله في مواقع التواصل الاجتماعي: ارحلي ديانا، خاصها ترحل على المغرب، هاشتاغ ديانا ارحل، ديانا ترحل، ارحل ديانا ترحل. حتى حاجه ما كانت وحتى حاجه ما طرات وحتى شي حاجه ما غادي توقع، كونوا على يقين. ديانا خرج الاب ديالها اللي هو اصلا عنده حتى هو قناه في اليوتيوب، الاسم القناه ديالو فلسطيني في المغرب. هاد الفلسطيني اللي عايش في المغرب اللي متزوج بالمراه المغربيه خرج ونعل المغاربه، نعل لهم الجد والتصيله ديالهم. طلع في لايف في التيك توك كيدافع على بنته وكيقول كل شيء حتى لولادي، كل شيء حتى لولادي، انا ما نقبلش ولادي يتهانوا، ما نقبلش. ومالك اخويا 13 عام وانت مخليهم في فلسطين؟ دابا هذا بانوا لك انت ولادك 13 عام وانت سامح فيهم في فلسطين، ومشيتي للمغرب وضربتيها بزويجه من مرا مغربيه وولدتي معاه. دابا عاد بانوا لك ولادك وضرباتك عليهم النفس. هذه وحده. الوحده الثانيه، الناس كيكتبوا لي في الكومونتير، واحد كتب لي قال لي خاص ديانا تعتذر. قال لي علاش غادي تعتذر ومناش غادي تعتذر ولمن غادا تعتذر؟ سير خليني ساكت، سير شوف الشوهات وسير جمع الشوهات اللي عندك. ها السبان نعل المغاربه، سبهم، نعتهم بالحشرات، المتخلفين، المتشردين، الفقراء. يا صحاب قال لهم صحاب ال5 دراهم كونيكسي وجاي مقابلني انايا. ها هادشي كلشي مزيان لينا حنايا كمغاربه. ها الكرم، ها الضيافه، ها ماشي ضيافه. البراني اللي جا عندنا نهز والدي فوق العماريه ونهار الاخر ينوض ينعل الوالدين اللي جابونا. المغاربه تبارك الله عليهم دايرين عليه حملات في مواقع التواصل الاجتماعي، وهاد الحملات خاصها دار على جميع الاجانب اللي كيخرجوا السطر عندنا في المغرب. هاد الفلسطيني لسوء حظه بانه ما كيسبش الجزائر وما كيسبش الجزائريين، لسوء حظه. هاد الحملات كاملين اللي داروا عليه لسوء حظه، والله العظيم لو كان كيسب الجزائر وكينعتهم بالتبونيين كانوا بعض المغاربه، ما نعممش، بعض المغاربه كانوا غادي يلقاو ليه مخرج وغادي يقول لك ايه عنده الحق ووجهه النظر ديالو. كيف داروها مع اسعد الشرعي، كيف داروها مع عماد فواز. عماد فواز في مره من المرات خرج سب سعيد أبرنوس، لان أبرنوس لسبب ما تكلم على الجمهوريه المصريه بشيء ما، شي حاجه ماشي تلهي، ما خسرش الهضره وما خرجش على سياق الموضوع وما سبش المصريين، غير حاول يطنز على مصر. خرج عماد فواز، عرفتي الكشاكش ديالو خارجين وتيقول لي حدك تم يا سعيد يا أبرنوس، مصر فوق الجميع ومصر فوق الكل، حبس. انا لا كنت هضره بريكول بالنسبه لي، انا كنسب في الجزائريين ونطلع عليكم الدرابر هكا نحس لكم في الكابا، راه مصيرف كندخل في الصرف على ظهركم يا الاغبياء، على ظهركم كنطلع الصرف. يا سعيد يا أبرنوس حدك تم، وقف مصر هذيك
ما تتكلمش عليها وما تغلطش وما تحاولش تغلط. مصر ام الدنيا، ها؟ ولكن هذا الفلسطيني وابنته الفلسطينية لسوء حظها بانهم ما كيسبوش الجزائر وما كيسبوش الجزائريين وما كينعلوش والدين اللي جابوا الجزائر والجزائريين. دايرين عليه حملات، هو يسال، وهاد الحملات راه ماشي غير ما خاصهاش دار غير عليه، لا بزاف. ومراتو اللي كتسمى مغربيه، حاشا واش شكون، ما بلا ما نبقى نزيد في الهضره، راجلي سيد الرجال وما توصلوش كلكم نتوما يا الشما ما توصلوش. راجلي سيد الرجال. يا لالا بصح سيد الرجال ملي دخل المغرب وكيسب سيادو المغاربه وما دار لي والو، لا راه راجلك سيد الرجال نيت. وباقي الحرب بينه وبين المغاربه هذا الفلسطيني. واسعد الشرعي اللي كيضرب ويقيس، عرفتي ديك الفيعه الصغيره كيضرب وكيقيس، دير بحال العقرب كيضرب وكيقيس. هذاك مريقل عارف اشنو كيدير، كيسب الجزائريين، كيلحس شويه الكابا المغاربه، كيتنسى، كيخرج كيقول لك اجي نقول لهم المطبئين وكتبوسوا يدي الملك والعبوديه وما العبوديه. وكيف واحد الفيديو اللي منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديال كيقول لواحد المغربيه شكونتي اللي تقولي لي طلع هذا وما طلعش هذا، انتم في حضره اسعد الشرعي نطلع اللي بغيت. والمغاربه الا ما عجبكمش هادشي اللي كندير علاش كتفرجوا فيا؟ سيروا في حالكم. انا كنقول للمغاربه كلهم ما يبقاوش يتفرجوا فيا، لغيو الاشتراك عندي في القناه وسيروا قلبوا لكم على قناه اخرى بحال هكا. والمغاربه او بعض المغاربه داروا لي مخرج اسعد الشرعي، علاش؟ لانه كيسب الجزائريين. عماد فواز نهار سب سعيد ابرنوس، وسعيد ابرنوس ما خرجش تنظ عليه وما خرجش ضحك عليه، علاش؟ لانه كيسب الجزائريين والتبونيين وعبد المجيد تبون وشنقريحه. لان عماد فواز واسعد الشرعي كون ما كانوش كيسبوا الجزائر والجزائريين كون حتى هما دارت عليهم هاد الحملات. المغرب فوق الجميع، والمغرب خط احمر. لك الله يا وطني، لك الله يا وطني. جامع الهبش والخنز والخمج جامعه. انا ماشي ضد الزواج المختلط، انا ماشي ضده، غير هي اللي تزوجات بشي واحد تعيش معاه في بلادو. ما تجيبوش ادنى للمغرب، ما تجيبوش ادنى للمغرب، لان ثقافتنا غير ثقافتهم. انا مزوجه براني ولكن عمرو ما يحلم بانني نمشي ندير المغرب ونسكنو تما في المغرب، ما يمكنش. ولو نعرف راسي نطلق هنا في بلادات الناس ونمشي للمغرب بوحدي في الراديه، وما نديش نسكنو معايا تما كاين في المغرب. باش غدا ولا بعد غدا انا نبدا نخرج راجلي سيد الرجال، راجلي واعر عليكم. ايها الفلسطيني اللي عايش في المغرب، نصيحه لوجه الله، الا بغيتي المغاربه يحبسوا عليك هاد الحمله عليك وعلى بنتك، خرج سب الجزائريين وغادي يديروا لك مخرج. تهلاو.